بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جبت لكم وصفة اليوم البريوش أو خبز البريوش. هذا يعني خاص برمضان، وصفة ولا أروع البنات. أتمنى إن شاء الله تجربوه من إعجابكم. بسم الله نبدأ. وعندي كاس حليب دافي، عندي 3 ملاعق سكر، راح نضيف ملعقة خميرة، راح نخلط مليح كما راكم تلاحظوا. ضفت بيضة، راح نزيد 4 ملاعق زيت، ونواصلوا الخلط تاعنا. هنا ضفت ملعقة خل، هذا كمحسن طبيعي، يعني راح يزيد له هشاشة العجين تاعنا يجي خفيف. راح نضيف ملعقة فلون فاني اللي عطاه لون وذوق ما شاء الله. راح نبدأ نضيف الفارينة. هنا عجينة البريوش تاعنا البنات ما تكونش يابسة وما تكونش يعني مطلوقة بزاف، تكون تتلاصق في اليد فقط. باسكو الا يبسنا لاباط تاعنا راح يجينا يابس وراح يجي ناشف. هكذا نبقى نضيف الفارينة حتى نتحصل على العجينة او القوام اللي نحوس عليه. هذه هي العجينة تاعنا كما راكم تلاحظوا، يعني كما راكم تلاحظوا القوام تاعها طرية يعني مش يابسة. راح نعجنها قيس دقيقة هكذاك، نعاون يدي بشوية زيت، مش حابة ندير الفارينة هكذا باش ما تيبش معايا. نلمها مليح فقط وندلكها شوية برك البنات ماشي بزاف، ونحطها في الاناء تاعي، نغطيها بكيس بلاستيكي كما راكم تلاحظوا، ونخليها تخمر البنات قيس ساعة او نصف ساعة، يعني قد ما خمرت مليحة. هنا ما نخدموا الكريمة تاعنا. درت نصف لتر تاع يطرى حليب، حطيت الحليب تاعي على النار يسخن، عندي بيضة، عندي 4 ملاعق سكر، راح نضيف نشا 3 ملاعق، راح نضيف ملعقة كاكاو. يعني انا حابه الكريمه تاعي شوكولا، ما تحبيش يعني ما كيش حابه ديري شوكولا ديريها فاني فقط، يعني تجي كريمه بيضاء. ضعفي زيدي ملعقه تاع نشا، انا درت هنا 3 ملاعق، زدت ملعقه تاع كاكاو. انتي اللي حبت هذا كريمه بدون شوكولا ديري 4 ملاعق. ونبدا نضيف الحليب السخون هذاك حتى نخلط مليح، وراح نرجع كل شيء في الكسرونه تاعي، نرجعها على النار حتى يثقل معايا الخليط هذا. كيما راكم تلاحظوا هنا نطفي الغاز او النار، راح نضيف ملعقه زبده وقليل من الفاني، ونغطيها البنات. هنا راح نفرخها قبل نديرها في صحن اخر، نغطيها بكيس بلاستيكي. هنا لازم الكيس يتلامس مع سطح الكريمه تاعنا هكذا باش ما ديرناش القشره هذيك. ونحطها بجهه تبرد، ونكملوا طريقه البريوش تاعنا. كيما راكم تلاحظوا هنا بعد ما طلع معايا البريوش يعني ضاعف الحجم تاعو،
راح نقسمها البنات على اجزاء، نتوما كل وحده واش تحبي بريوش صغير. صغري الوحده تاعك، تحبيهم كبار. يعني انا حبيتهم كيما تاع المحلات، نحبها كبيره هكذا كيما اللي مولفين نشريهم. شوفوا العجينه تاعنا كيفاش راهي منبله، يعني ما شاء الله. العجينه هذه ولا اروع، جو خفاف البنات صدقوني، جو روعه. وهنا نبدا نشكل في البريوش تاعي. هنا راح نحلها بشكل يعني طولي. راح نعاون روحي قليلا فقط بالفارينه هكذا، ونلوي عادي باش نتحصلوا على الشكل تاع الخبزه. هنا نسي نقفل، يعني نقفلها مليح، لانها بعد مع الاختمار وكي طيب راح تفتح يعني كون ما تقفليهاش. هكذا نكمل طريقتي كامل كما راكم تشاهدوا. هنا راح نغطيها ونخليها تخمر. وهنا بعد ما خمرت درت بيضه، صفار بيضه، درت ملعقه حليب، ضفت القليل فقط من الفاني. راح ندهن كامل البريوش تاعي. هنا ملاحظه ما خليتوش يعني يطلع كامل، هنا راح ندهنه ونزيد نخليه يطلع شويه او يضاعف الحجم تاعو، نحطه يطيب. الفرن تاعي راح يكون على درجه حراره 180. يعني هنا طيبت له غلم لتحت ومن بعد شعلته من الفوق. هنا راح ندهنه قليل من العسل هكذا. بعد ما دهنته بالعسل راح ندر عليه هكذا او نرش عليه سكر غلاس. يعني اختياري، كاين اللي يخليه هكذا فقط تدهنيه بالعسل، او كاين اللي يستغنى على العسل كامل ما تدهنيش، يعني فقط ترشيه بالسكر. وهنا بعد ما درت فوقهم يعني السكر كما راكم تلاحظوا، راح نفتح الخبزه تاعي في الوسط. هنا ملاحظه البنات، تقدري ديري العمليه هذه يعني باش تفتحي الخبزه تاعك قبل ما ديري السكر من فوق. يعني انا تسرعت شويه مي معليش. شوفوا لي العجينه البنات كيفاش جا، ولو انها راهي هنا مازالها سخونه، يعني جا خفيف، جا ما شاء الله. هنا راح ندير الكريمه تاعي بعد ما بردت لي، انا فرغتها في لابوش هذه. وهذا هو البريوش تاعنا البنات بعد ما كملت عمرته بالكريمه تاعنا. راح نزيد له رشه فقط خفيفه تاع سكر غلاس. كانت هذه وصفتي معكم نهار اليوم، نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم الشهر الفضيل. والى اللقاء، الى وصفه قادمه وفيديو قادم.